الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملنا النهارده رز بشعرية وعملنا ايه؟ بسلة. البسلة اللي احنا عملناها، اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. عملتها بالخضار، الخضار اللي هو ايه؟ لما صلى على النبي كان عندي شوربه وجبت 2 كيلو من البسله وفصصتها وقطعت عليها فاصوليا، يعني جزر وفاصوليا خضراء وايه، والبسله اهي بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا احنا بنقلل البصلايه ونطشها بشويه الطماطم ونصلي على الحبيب المصطفى. دي كان الشوربه كان فيها حتت من الفراخ. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معلش بقى ما قدرتش اصور لكم، كنت في مشوار وجيت تعبانه من بره، فانا قلت ايه اما اعمل الاكل واخلصه ونغرفه مع بعض. هنصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. نكتر من كلمه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، فهي كنز من كنوز الجنه. وهنقول لكم حبايب قلبي دي ايه الغدا بتاعنا النهارده. دي غدانا النهارده اللي هو ايه رز بالشعريه. هنشيل دي كده على جنب، اللي هو رز بشعريه اهو. الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شايفينه رز بالشعريه مفلفل وجميل ازاي. طبعا انتوا مش اول مرة تعرفوا ام احمد ولا تعرفوا اكل ام احمد، وربنا يجازيكم خير الجزاء. شايفين البسلة ما شاء الله مستوية اهي. طبعا مش هرجعهم في الطبق تاني اهو. بسلة مستوية خالص اهي، والجزر مستوي. طبعا دول ايه عشان ما حمضش الاكل، عشان لو في حاجة خالص ولا كده يبقى ايه يبقى ما جيش جنبها. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتقولوا لي بقى ايه رأيكم بقى في الغدا بتاعنا بتاع النهارده؟ طبق البسلة ورز بالشعرية. يا رب اي حاجة بنعملها تعجبكم وتنال رضاكم. عجبكم بقى المحتوى اللي ام احمد بتعمله، تعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد وتفعلوا زر الجرس. ربنا يجازيكم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتكم بكرمه ويوسع رزقكم جميعا اللهم امين. شوفوا بقى الرز بالشعريه تحفه ازاي، مكتره الشعريه عن الرز. استودعكم الله الذي لم يضع عنده الودائع. السلام ختام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.